تأثير العادة السرية ما بالأسبوع مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. العادة السرية إذا تريد تمارس العادة السرية يا حبيبي، أول شيء لازم يكون عندك تغذية جيدة، هذا متعوض اللي يروح من عندك. ثاني شغلة لازم تضرب حمام بعد العادة السرية، لأن الدورة الدموية راح تنحصر عندك بهاي المنطقة، وإذا ما سويت حمام ونشطت الدورة الدموية بشكل عام بالجسم راح يصير عندك تجلط ومشاكل. ثالث شغلة تصير عندك مشاكل بالقضيب، هاي منتهين من هذا بسبب العصر الاعتصار وهالشغلة، يعني شغلة كلش تمام. هماتين هواية ناس أنا قلت لهم بأنه السائل المنوي يحتوي على 50% بروتين أو كل خلاصة البروتين. هذا الكلام سليم 100%. وفوتوا على جوجل اكتب ماذا يحتوي السائل المنوي، راح يقول لك السائل المنوي يحتوي عبارة عن جلوكوز وبروتين والحيوانات المنوية اللي تعيش على هذا المنتج اللي موجود، اللي تعيش عليه السائل منحلة يسموه الجنس المنوي، ما نقول حيوانات منوية، تمام، الجنس المنوي يعيش على هذا المنتج. فالبروتين اللي موجود والجلوكوز والفيتامينات واللي موجودة هناك مو مثلها اللي موجودة بجسمنا اللي موجودة تغذي العضلات، لا، منتج خام أكثر وأهم وأعلى من ما نتكلم به. لهذا السبب تلاقي اللي يمارسها هواية يصير بيه دوخة، يصير بيه رجفان، يصير بيه ألم بالرأس، كل هالشغلات تصير بيه.